في بدايه ملخص الكتاب قلت هو عباره عن بنود، وبنختم اخر حاجه بالوصيه. والبنود دي كانت عباره ان احنا اتكلمنا عن اكتشافك لنفسك وايمانك ومهاراتك ازاي تنميها والحافز القوي ليك وحاجات تانية كتير. هنيجي النهارده ان شاء الله بقى نختم باخر حاجه وهي الوصيه، وهي عباره ان انا وانت هنموت. وما تقولش يا عم بعد الشر، لان احنا كلنا هنموت. وعلى راي ابويا الحاج رضا بيقول لي يا ابني الموت مش شر، الموت خير. والسؤال بقى هنا اللي بيطرح نفسه، انا ليه اكتب وصيه لنفسي؟ والصراحه ان كل واحد بيكتب وصيته عشان يقدر ان هو يشوف عيوبه فين، لان انت لو ما عملتش كده هتلاقي الوقت عمال بيعدي وعمرك عمال بيعدي وانت ما زلت على اخطائك ومش بتتعلم الخطا بتاعك. فبحاجه زي كده هتساعدك انك تتغير من اخطائك وتفتكر دايما الموت. تعال بقى نشوف ازاي هنكتبها. اول حاجه اكتب اسمك وابتدي احكي عن نفسك بعين الحقيقه وما تكذبش، وكل ما كنت انت صادق كل ما هتحصل على احترامك لنفسك اكتر. وتاني حاجه اكتب مكان وصلك فين ومكان دفنك ومين اللي هيكون امام هو بيصلي عليك. وتالت حاجه وصيه توزيع الاملاك، وتبتدي تشوف ايه الديون اللي عليك وتبتدي اللي انت تكتبها. وخلي برضه جزء تعمله صدقات لنفسك بعد ما تموت، وصي ولادك يعني ان هم يعملوها. انا عارف ان انت لما تيجي تكتب وصيتك حاجه صعبه، لكن على قد ما هي صعبه على قد ما هتدخلك في الحاله الحقيقيه لمواجهه نفسك. وسيب الوصيه دي اسبوع وارجع اقراها تاني، هتلاقي نفسك بتاخد قرارات ايجابيه ستغير شعورك الداخلي وهتحركك نحو مستقبل افضل ليك. وبس كده انتهينا اخيرا الحمد لله من كتاب الوصيه. لو انت عاوز تتفرج على باقي الملخص روح اتفرج عليه، ولو عاوزني الخص كتاب انت عاوزه اكتبه لي تحت في التعليقات. انا حسن رضا، ولو انت عاوز تشوفني تاني في تلخيص كتاب جديد اعمل لايك وفولو. مع السلامه.